بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض جبنه الكريمي من جبنه القريش بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله تعجب حضراتكم. وزي ما حضراتكم شايفين النتيجه ما شاء الله ممتازه. والمقادير: عايزين ربع كيلو من الجبنه القريش، وهنضيف عليها ربع كوبايه من الزيت وتلات ارباع كوب من اللبن، وعندنا رشه ملح، وهنضيف عليهم 2 معلقه كبيره من القشطه البلدي او وش اللبن. وناخد كل المكونات دي مع بعض ونضربها مع بعض في الخلاط لحد ما توصل لقوام كريمي زي ما حضراتكم شايفين كده. كده خلاص تمام، قوام تقيل وممتاز ما شاء الله. نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هناخد نص الخليط ده يبقى جبنة كريمي عادب من غير اي نكهات، وبعد كده هناخد النص التاني من الخليط بتاع الجبنة الكريمي هنضيف عليه قطعة كبيرة من الجبن الرومي، يبقى عندنا قوام الجبن الكريمي بطعم الجبن الرومي. وهنخلطها في الخلاط مع بعض ضربة كويسة كده، وبعد كده ده القوام قدام حضراتكم. لما بتبرد او تستنى في التلاجة شوية بتتقل عن كده. يبقى احنا كده عملنا من الجبنة القريش عملنا نوعين: جبنة كريمي عادي وجبنة كريمي بطعم الجبنة الرومي. ودي النتيجة قدام حضراتكم ما شاء الله ممتازة. وكل لحظة وحضراتكم طيبين. طبعا لو أول مرة بتشوفونا متنسوناش بقى باللايك والشير لو عجبكم الفيديو، وتصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وادخلوا القناة وتشتركوا فيها وشوفوا الفيديوهات اللي فيها، وإن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وكل لحظة وحضراتكم طيبين، بالهنا والشفا.